بطة محشية رز دي من أحلى الطرق اللي ممكن تعملوا بيها البط. عملت أنواع كتير قوي للبط، بس دي هتفضل أفضل وأحلى طريقة عندي، خاصة بقى لو في عزومة أو في مناسبة. لايك للفيديو، تعالوا أقول لكم طريقتي في البط المحشي رز وإزاي يطلع معايا بالحلاوة دي. أول حاجة معايا البطة بتاعتي مغسولة كويس جدا. بعد كده هنكتفها كده، نرجع الجناحات لورا، وبعد كده جهز المية اللي هننقعها فيها. طبق كده هننزل فيه بشوية مية حلوين وعليهم كمون وملح ونعناع وورق لورا، وبعد كده هنعصر ليمونتين كبار وهنرمي القشر في المية برضو. الليمون حلو قوي عشان زفارة البط. بعد كده هننقع البطة بقى لمدة ساعتين أقل حاجة عشان تنزل أي حاجة فيها. هنركن البطة بقى كده على جنب وهنبدأ نحضر الحشوة بتاعتنا، عبارة عن رز مغسول كويس، وبعد كده هنزل عليهم ببصلة مبشورة ناعم. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الملح والبهارات، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة كده من الزيت، وقطعة من السمنة، وهبدأ أقطعها بإيدي كده حتت صغيرة عشان تدي طعم حلو للحشوة. اديت تقليبة، وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة من القرفة، أنا بحب القرفة قوي في حشوة الرز. وبعد كده قرنفل 2 كده أو 3 عشان أبقى عارفة العدد واشيلهم بعد كده. هنحشي البطة بتاعتنا. مهم قوي ان احنا ما نكترش الحشوة عشان تستوي معانا، عشان الرز لما يزيد ما يطلعش بره، وعشان يعني ياخد راحته كده ويستوي معايا كويس قوي. بصوا الحشوة قد ايه، بسيب براح كويس قوي، ما اكتمهاش يعني بالرز عشان لسه ياخد الوقت بتاعه ويستوي معايا كويس. اكتفيت بكده، بس برضو جيت في عند الورك كده ووسعت، يعني عملت حشيت بين اللحم والجلد عشان بيبقى حلو من كل ناحية بنفس الشكل كده. بتوسعوا الجلد كده عن اللحم وبتحشوا، ومننساش عند الزور. هنقفلها بقى بالخلة كده على طول، بسيب يعني برضو يعني مسافة كده، ما بقفلهاش على الآخر يعني عشان برضو المية تخش جواها كده وتسوي معايا الرز اللي جوه ده. قفلت برضو من عند الزور، وجيت بالسكينة بقى، دي مهمة جدا، أعمل فتحات كتير كده في الظهر عشان دي اللي هيدخل منها المية وتستوي معايا البطة. المية بتغلي على النار، وأول ما غليت نزلت بالبطة اللي عندي كده. مهم ان احنا ننزل بيها في مية مغلية، وأول ما بتطلع الريمة بنشيلها. ما ضفتش لسه أي حاجة. بعد ما شلتها هنزل بحبتين من الطماطم والبصل وورق اللورة، وهسيبها لحد ما هتستوي معايا كويس جدا جدا عشان الرز برضو يستوي من جوه. اول ما بتقرب تستوي هنضيف الملح بتاعنا ونظبط الطعم. بعد كده هطلعها بقى من الشوربة، وهبدأ ان انا في طبق هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة من الكاتشب، ومعلقة من الصويا صوص او من دبس الرمان، وهدهنهم كده بالبطة مع بعض، يعني هديهم تقليبة وندهن بقى البطة بتاعتنا. دي أسهل طريقة ممكن نعملها عشان تاخد معايا لون بسرعة. وهدخلها بعد كده تحت الشواية على طول على كل جنب. بعد ما دهنت البطة كويس هحضر الصينية بتاعتي، يعني هحط ورقة زبدة كده علشان ما تلزقش معايا في الصينية، وتبقى سهلة قوي ان انا اقلبها على الناحية التانية. ومعلقة كده من الزيت عشان ما تلزقش، وهاخدها تحت الشواية على طول لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. ممكن نحمرها على البوتاجاز من فوق او اي طريقة انتوا حابينها. خرجتها بقى من الفرن، بصوا شايفين واخدة لون حلو قوي. هنشيل بقى طبعا الخلة اللي احنا عاملين بيها البطة، ونقطعها كده بقى ونشوف الرز من جوه، هتلاقوه مستوي وزي الفل. اهم حاجة خدت وقتها في السوا كويس قوي. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. باي باي.